يا جماعة، احنا النهاردة هحكي لكم قصة حصلت مع عيلة من عيال المنطقة. كانت عيلة بسيطة وعايشة في بيت قديم في حي شعبي. البيت ده كان دايما مسكون بحاجات غريبة، بس محدش كان بيصدق الكلام ده غير لما حصلت الواقعة اللي هقولكوا عليها دلوقتي. كان في بنت صغيرة اسمها سارة، كانت دايما بتحس بحركات غريبة حواليها، تسمع أصوات وهمسات في الليل، بس كانت دايما تفتكر ده من وسواسها أو خيالها. لكن اللي حصل يوم من الأيام غير كل حاجة. الليلة دي كانت ليلة مطيرة، والجو كان موحش والريح بيصفر، وسارة كانت نايمة في سريرها. فجأة حست إن في حد بيحرك الستاند اللي وراها. لما فتحت عينيها لقت ظل أسود وقام من غير صوت بدأ يقترب منها. كانت مرعوبة، حاولت تصرخ بس صوتها تختن، والظل ده كان بيكبر ويقرب، وفجأة بدأ يتكلم بصوت غريب، صوت مش طبيعي. قال لها: أنا هنا من زمان وما تخلقش غير عشان أفضي البيت ده بالجن اللي فيه. سارة حاولت تصرخ وتقاوم، لكن ما كانش في إيدها غير إنها تتلفت وتختفي من أمامها. في الصبح لما والدها قام لقاه بيحكي لها عن حكاية قديمة عن البيت ده، عن جن كان ساكن فيه زمان واتقتل بطريقة غريبة، ومن يومها الجن ده مأمور بالسيطرة على المكان وبيظهر للناس اللي بتكون ضعيفة أو بتنكر وجوده. سارة كانت مصدومة وبدأت تحس إن اللي حصل مش مجرد خيال، ده حقيقة مخيفة. أيام كمان بدأت الأمور تسوء أكتر، الأصوات زادت والأشياء كانت بتتحرك لوحدها، وكأن الجن ده بيعمل على ترويض البيت، عايز يسيطر عليه. أهل البيت حاولوا يحرقوا الكتب القديمة اللي كانت في البيت ويطردوا الجن، لكن بدون فائدة. كل محاولة كانت فاشلة، والجن كان دايما موجود، بيظهر ويختفي وبيهدد كل اللي جواه. وفي ليلة من الليالي حصلت حاجة غريبة جدا. سارة كانت نايمة وفجأة حست بحد بيقعد على الجدة، وشافت ظل كبير قدامها، وسمعت صوت بيقول لها: مش هسيبكوا إلا لما أخلص عليكم. وقامت عليها الكوابيس بشكل متكرر، وبدأوا أهلها يقولوا إن لازم يتعاملوا مع الراقي الشرعي ويقرأوا القرآن على البيت ويحاولوا يطردوا الجن ده. وبالفعل جابوا راقي وبدأ يقرأ آيات من القرآن، وكانت أصوات الجن تصرخ وتخرج من البيت. لكن بعد ساعات من القراءة الجن بدأ يختفي وهدأت الأمور شوية. لكن اللي اتأكدنا منه إن الجن ده مش هيموت ولا هيطرد بسهولة، ودايما بيبقى عايش في زوايا البيت مستني فرصة ترجع يسيطر تاني. النهاردة البيت ده لسه مسكون، والجن ده لسه موجود، وكل ما حد يقترب أو ينكر وجوده بيظهر بشكل مخيف أكتر، وبيهدده ويعمل على إخافة الناس اللي حواليه. واللي اتعلمناه من القصة دي إن الحذر مهم جدا، وما نستهينش بالحاجات اللي مفيش لها تفسير، عشان الجن ده مش بس خيال، ده كائن حقيقي وبيخافش من حد. دي كانت قصة الجن اللي في الدار. يا رب تكونوا استفدتوا، وتفتكروا دايما إن الرعب أحيانا بيبقى واقع مش بس خيال. خلي بالكم دايما وما تسيبوش أي حاجة غريبة تحصل، لأن ممكن تكون بداية لمواجهة أكبر مع عالم المجهول.